على مر العصور، الإنسان دايما بيدور على المجهول وبيحاول إنه يكتشف اللي ميعرفوش. شيء جميل أو سلاح ذو حدين، لأن في حاجات مينفعش إننا نكتشفها، مش مسموح لنا إننا نعرفها، وده اللي بيؤدي لهلاكنا. هات سماعتك الجميلة واقعد في مكانك الهادي واقفل النور وتابع معانا سلسلة الماسونية. في يوم من الأيام نزلت وكالة الصحافة الدولية الحرة خبر بعنوان الإنسان في مهمة لتحدي الله، وكان العنوان ده بداية اللعنة. حرفيا كان بداية الحملة من المقالات الصادمة عن مشروع هارب الأمريكي. الحروب الماسونية هي اللي بتوجهك من غير ما تحس بحد أو تشوف العدو بعينيك، ومنها مشروع هارب الماسوني اللي من خلاله قادرين إن هم يتحكموا في كل حاجة في الطقس، واستخدامه كسلاح ضد الدول التانية من غير ما تثبت عليها أي حاجة. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في بناء مشروع هارب في فبراير 1992 في مدينة ألاسكا. كان معروف في الوقت ده بأنه مشروع لبحث عن الطاقة النشطة ذات التردد العالي. بدأ المشروع بتعاون مشترك بين جيش الطيران والجيش البحرية الأمريكي مع عدد من المؤسسات التعليمية، وتعرف ساعتها إنه أكبر محطة للبث الإذاعي في العالم. لكن جوه ما كانش حد يعرف أسراره. تابع معايا كده الفيديو ده وانت تعرف كويس. هارب هو منشأة لدراسة الغلاف الأيوني على مسافة 60 ميلا في الفضاء، وهي منطقة منخفضة الكثافة. الهواء رقيق للغاية، ويتكون في معظمه من البلازما، أي الإلكترونات والأيونات. عندما رأيت هذه المنشأة ورأيت مدى تفردها واهتمامها، قررت حينها إجراء بحث أطروحة الدكتوراه الخاص بي باستخدام منشأة هارب نفسها. هارب هو برنامج لدراسة الشفق القطبي عالي التردد. نهتم بالغلاف الأيوني وخاصة في الاتصالات اللاسلكية، لأن الموجات الراديوية تتصرف بشكل مختلف عندما تنتقل عبر الفضاء الحر مقارنة بالانتقال عبر منطقة من الجسيمات المشحونة أو البلازما. ميثاق يوضح مقارنة السخانات بما في ذلك ايروتشيل، ويظهر زيادة في القوة والمرونة. جهاز يسمح بتغييرات صغيرة على الغلاف الأيوني وقياس استجابته في الغلاف الجوي العلوي لتغييرات برنامج هارب. العلماء صنفوا طبقات الغلاف الجوي. معظم الطقس يحدث في طبقة التروبوسفير. عندما نسافر بالطائرات التجارية نسافر في أعلى طبقة التروبوسفير. واكتشف بعدين إن بيتم استخدام تقنية خاصة بتقوم بتجميع الطاقة اللي موجودة في مجال الهواء، وبتوجه الطاقة دي على نقطة أو مكان معين فوق الغلاف الجوي في مجال الإينوسفير. هارب بيتكون من 180 برج هوائي بارتفاع 22 متر لكل برج، مرتبطين ببعض كأنهم برج هوائي موجه واحد، وبيقدر يصدر كمية طاقة بتوصل ل 3.6 مليون واط. يعني انت مثلا علشان تشغل محطة بث إذاعية عادية بتحتاج كحد أقصى 50,000 واط بس. فتخيل إن هارب شغال على 27 ضعف الطاقة دي. وبرضو المشكلة مش هنا. المشكلة إن المنطقة اللي موجود فيها كمية الطاقة دي ما يتعداش عرضها ل20 كيلو متر. من ساعة ما بدأ مشروع هارب في العمل سنة 1994 بدأ الخبراء بالإبلاغ عن حالات غريبة بتحصل في الطقس، زي مثلا الفيضانات الضخمة والزلازل والأعاصير الكبيرة. لكن لحد دلوقتي مفيش دليل أو إثبات قوي إن هم بيستخدموه كسلاح ضد أي دولة. لكن ليهم القدرة على التلاعب في طبقة الإينوسفير، وده اللي بياخدنا الموضوع تاني، إن زي ما أمريكا عندها سلاح ماسوني تقدر تتحكم منه في الطقس، برضو هي قادرة إنها تتحكم في الزلازل. فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في مومباي، أكبر مدن الهند،
في 24 ساعة التي سبقت يوم 18 يوليو 2021 تلقى مطار مومباي الدولي 235 ملم من الأمطار، بينما تلقت محطة الأرصاد الجوية في مومباي كولابا 197 ملم. هطول أمطار غزيرة في ولاية ماهاراشترا والمقاطعات المحيطة، خاصة راتناجيري، حيث بلغت كمية الأمطار 256 ملم خلال نفس الفترة. في 18 يوليو تموز، أفاد مسؤولون بأن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية دمرت المنازل في حي كيمبر وفكراهيل في مومباي. وكان رجال الإنقاذ يبحثون بشكل عاجل كان عن في مدينة مجموعة علماء في وكالة ناسا الفضائية بمركز الأبحاث في كولورادو، بعد دراسة أكتر من 100 زلزال بقوة 5 درجات ريختر، اكتشفوا إن معظم الزلازل دي حصلت بسبب خلل كهربائي في طبقة الإنوسفير. وده اللي بيوضح لنا وبصورة ما إن هارب مش قادرة إنها تتحكم في الجو بس، لأ، دول بيتحكموا في البحر والأرض. لأن لما بيرسل هارب الأمواج العالية دي لطبقة الإنوسفير بتنعكس تاني للبحر والأرض. يعني مثلا لو تم توجيه 3.6 مليون واط بقصد أو من غير قصد على دولة مرشحة إنه يحصل فيها زلزال، زي مثلا الدول اللي بتقع على صفائح التكتونية، فهي قادرة إنها تعمل زلزال مدمر في ثانية. وأكبر دليل على كده إن بعد الزلزال المدمر اللي حصل في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير 2023 واللي بسببه اتوفى واتصاب الآلاف. أنا أخبر السفير الأمريكي من هنا، أعرف الصحفيين الذين كتب لهم المقالات: ارفعوا أيديكم القذرة عن تركيا. أعبر بوضوح: ارفعوا أيديكم القذرة عن تركيا. نحن نعلم بوضوح ما قمتم به، وما هي الخطوات التي اتخذتموها، وكيف تريدون إثارة تركيا. أبعدوا أيديكم القذرة ووجوهكم المقنعة عن تركيا. الأمر واضح وصريح. قوي ساعتها عن مشروع هارب الأمريكي، واللي خلى أمريكا ساعتها في وضع محرج بعد إن تم إثبات كتير من الدلائل اللي بتورط أمريكا في صنع سلاح هارب الماسوني للتحكم في الطقس. ومشروع هارب مش قادر إنه يتحكم في الطقس وبس، لأ، ده كمان قادر إنه يعمل ظاهرة غريبة في السنة أطلق عليها اسم النفاثات الكيميائية أو الكيمتريل. في السنين الأخيرة ظهرت كتير أشكال وتجمعات غريبة من السحب في كل العالم، واللي أثارت دهشة الجميع وتساؤل كتير من الناس عن سبب السحب الغريبة دي. وبالرغم من تبادل الآراء بين الناس عن السبب الحقيقي، لكن بعض العلماء بيعتقدوا إن التشكيلات الغريبة في السحب دي ما هي إلا جزء آخر جديد من حرب الطقس المشروع هارب. في البداية بيبان شكلها كأنها آثار طبيعية لطائرات نفاثة بتطير على ارتفاع عالي، لكن المشكلة هنا إن الدخان ده بيفضل في السماء لساعات طويلة، ومنها اللي بيفضل ليوم كامل، علشان بعد كده بتقوم بتشكيل سحب صناعية. بعض الباحثين أطلقوا عليها اسم الكيمتريل أو النفاثات الكيميائية. الكيمتريل دي أو اللي هي النفاثات الكيميائية بترشها الطيارات الحربية الأمريكية، وهي اللي بتضخ المواد الكيميائية في الغلاف الجوي. الاعتقاد إن الكيمتريل بيتم استخدامها بالارتباط مع مشروع هارب عن طريق رش المعادن المؤكسدة في سماء المنطقة أو البلد المستهدفة. بعد كده بيتم توجيه الأمواج عالية التردد من هارب لتسخين المعادن دي. اللي بيحصل بعد كده إن درجة الحرارة بترتفع في السماء لأكتر من 40 درجة مئوية، فتمنع تجمع بخار المية، وبالتالي تمنع تشكيل السحب ونزول الأمطار. وهو ده السبب اللي مخلي بعض الدول حرارتها عالية، رغم إن كان نادر جدا إنها توصل لدرجة الحرارة دي أو إن الأمطار فيها تقل. والأمواج العالية دي بتقدر إنها تدور وترتد لمسافات بعيدة جدا عن الأرض. يعني المشروع يقدر يتحكم في أي دولة في الكوكب في ثواني، وبيعتبر أخطر سلاح وصل ليه مشروع هارب الماسوني هو سلاح الكيمتريل، لأن السلاح ده وببساطة قادر إنه يجفف أي هواء أو تربة على سطح الأرض، فبالتالي بيؤدي لزيادة درجة الحرارة وجفاف البحيرات والأنهار.
واستمر تطوير مشروع هارب لسنة 2007. وكمان اللي اتعرف بعد كده انه مش محطة واحدة بس اللي قادرة توجه موجة الإينوسفير في العالم، ده في بعد كده أكتر من 20 محطة كمان اتبنت في مختلف أنحاء العالم. أمريكا عندها 3 منها لحد دلوقتي، وواحدة في روسيا وواحدة تبع الاتحاد الأوروبي. وصدر تقرير من سلاح الجو الأمريكي بيحدد بوضوح رغبة الجيش الأمريكي باستغلال الطقس والتحكم فيه كسلاح حربي بحلول عام 2025. فللأسف الحرب اللي جاية مش هتكون حرب رصاص وقنابل نووية، لكن هتكون حرب سلاحه الأول والأخير هي التلاعب بالمناخ والزلازل والفيضانات والجفاف. ولسه فيها أسلحة كتير في عالم الماسونية مجهولة المصدر وما نعرفش حاجة عنها، وهتفضل لغز كبير. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان تتابع كل حلقات سلسلة الماسونية. سلام.